السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. هذا الفيديو لمحبي الروايات واللي دائما يطلبون مني رواية، واللي ما يحب الروايات يقدر يتخطى هذا الفيديو ونعوضه فيديو ثاني إن شاء الله. وروايتنا لهذا اليوم تتكلم عن بر الوالدين، ونبلش بسم الله. والقصة تحكي عن عائلة تتكون من أب وأم وثلاث ولد وبنية وحدة. الأب موظف بسيط بالدولة اسمه خالد، زوجته ربة بيت اسمها سناء، عايشين ببيت ملكهم من قطعة أرض استلمها خالد من الدولة وسحب عقاري وبناها بشكل بسيط ومرتب. كانت علاقتهم طيبة وعايشين على حب الله، ناس مسالمين ملتهين بحياتهم ويربون أطفالهم. سناء ربة بيت تقعد الصبح تسوي ريوق تحضر أطفالها للمدرسة، خالد يروح الشغلة ويطلعون الأطفال لمدارسهم. الابن الكبير اسمه ليث، والأصغر منه سنتين غيث، والصغير كلش اسمه مروان، وآخر العنقود البنوتة اسمها فرح. كانت عائلة عندهم الحنية بالفطرة، استورثوها من الأب والأم. الأب كان كلش حنين وطيب، والأم هماتين حنينة وطيبة. مرت الأيام والسنوات وعائلة خالد على هذا الروتين، أولادهم مطيعين، مستواهم الدراسي زين، مشاكلهم قليلة وماشية حياتهم. كبروا الأولاد وزادت مسؤولياتهم واحتياجاتهم، وصلوا للكليات وراتب خالد ما جاي يكفي، وهو قريبا يحال للتقاعد. ليث ابنه الكبير كان مرحلة ثالثة كلية آداب إنجليزي. من أول ما دخل الكلية وهو يحاول يشتغل ويطلع مصرفه، مرات يشتغل شغل بسيط ومرات ماكو، يعني ما مستقر على شغل بحكم انه هو جاي يدرس بس ممشي اموره، بس على الأقل يخفف الحمل عن أبوه ويشيل مصرفه. غيث أصغر منه مرحلة أولى بمعهد طبي، كانت شخصيته مرحة ويحب يتشاقى ومسوي جو بالعائلة، وهم يحاول يلقى شغل حتى يساعد على الأقل يعني بشي بسيط ويشيل مصرف نفسه، ويشتغل بس بالعطلة فرن أو عامل بناء، ويجمع ويشتري مستلزمات الدراسة احتياجاته الشخصية. فليث وغيث كانوا يسعون دائما انه يساعدون ابوهم ويطلعون مصرفهم. بالنسبة لمروان كان طالب اعدادية وبعد ما يشتغل بس ملتهي بالدراسة بالعطلة، مخلص يلعب طوبة ويا اصدقائه، ملتهي بالنت بالتلفزيون. والاخت الصغيرة فروحة طالبة متوسطة ملتهية بدروسها وتساعد امها بشغل البيت، تحب تتابع مسلسلات ايام العطل وقت الفراغ. مرت الأيام وتخرج ليث من الجامعة وتوظف، شوي ارتاح ماديا وبدأ يساعد بمصرف البيت، ينطي الأخوان مصرف شهري لكل واحد، وكان كلش بار بأبوه وأمه ويحب يعوض أيام تعبهم وياه باللي يقدر عليه. غيث هماتين نفس الشيء، تخرج من المعهد وتعين بمستشفى بتخصصه، وتقريبا شوي استقر وضع العائلة ماديا. طلع خالد على التقاعد بهاي الفترة وفكر ويا زوجته سناء، قال لهم ليث ما دام كبروا الولد وانا طلع التقاعد راح استلم مكافأة نهاية الخدمة، ليش ما نسجل اسمنا للحج والباقي نزوج بيه ليث؟ قالت له والله يا ريت الفرحة تصير فرحتين، هم نزوج ليث وهم نسجل للحج. اجت ام ليث وفتحت الموضوع ويا ابنها، قالت لي يمه اذا اكو وحده ببالك، اذا حاب بنيه معينه حاب تخطب تتزوج احنا نقدر نزوجك. وشرحت له الحاله، والله هو فرح وقال لها انا اكو بنيه زميلتي وياي وتخرجنا سويه، وانا يعني حاط عيني عليها، يعني افرح اكيد اذا اتزوجها، بس كنت ناوي اكون نفسي واسيطر حتى اتقدم لها. قالوا لا توكل على الله واخطبها وكل التكاليف احنا نشيلها. وتمت الخطبة على خير وسلامة، وبلشوا بتجهيزات الزواج. تزوج ليث وصار عرسه كلش حلو وتم على خير. اجت العروسة ونورت البيت، سكنوا بالطابق الثاني بغرفة ليث. البنية اسمها رؤى، كانت بنية كلش حبابة وقنوعة، وأهلها ناس طيبين وبسيطين، كانت تحب ليث وراضية بوضعه، عاشت ويا أهله على حب الله، وأم ليث عاملتها مثل بنتها، والعائلة كلهم حبوه والحمد لله زاد فرد بعائلة خالد والكل متحابين. مرت فترة ورؤى صارت حامل، وزادت الفرحة بالبيت والكل مخبوص بالحفيد الأول ومتشوق الشوفته. مرت فترة الحمل وصار موعد الولادة، اجي المولود بسلامة. ليث ورؤى اختاروا اسم طفلهم يوسف، والكل كان فرحان بيه. بعد فترة من الزمن طلع اسم خالد وسناء للحج وكلش فرحوا،
كانوا متلهفين لهذا اليوم، وصار لازم يجهزون نفسهم ويسافرون لأداء فريضة الحج. سلموا على أقاربهم جيرانهم، ودعوا أولادهم ووصوهم على بعض بغيابهم وسافروا. مرت أول أيام الولد حسوا بغياب أمهم وأبوهم ومكانهم فارغ، وكلهم متشوقين يرجعون بسلامة. خالد وسناء بدأوا يأدون مناسك الحج يوم بعد يوم، يتصلون بأولادهم يطمنون عليهم يطمنوهم. شوية خالد كان تعبان وحس نفسه مريض، وزوجته قالت له ما بقى شي ونخلص مناسك الحج إن شاء الله ونرجع ونرتاح. لكن فجأة خالد تعب حيل ووقع أثناء الطواف، وإذا بيه توفى بسكتة قلبية. طبعا الموقف كان كلش صعب على سناء، تركها شريك حياتها وهم يأدون مناسك الحج. صح كل إنسان يتمنى ينال منزلة خالد بحسن العاقبة، لكن الفراق صعب وصدمة بالنسبة لسناء وأولادها اللي ينتظرون رجوعهم بكل لهفة وشوق. خلصت الإجراءات واندفن خالد بمكة المكرمة، وخلصت أيام الحج ورجعت سناء وحدها وفرحتها مذبوحة. خسرت زوجها وأبو أولادها. طبعا الأولاد كانوا مصدومين من خبر وفاة أبوهم، الكل عاش بحزن وصدمة، ما حد متوقع هيك راح يصير. حتى ما قدروا يودعون أبوهم ولا يشاركون بمراسم تشييع أو دفنه. مرت الأيام صعبة وطويلة على سناء وأولادها، إلى أن صار موعد العودة، ورجعت سناء وتلقوها أولادها وأقاربها بمنتهى الحزن على خسارة الأب الغير متوقعة. بمثل هيج ظروف المفروض تكون أيام سعيدة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. احتسبت سناء وأولادها الأمر لله. يبقى الحزن هو شعور لا يمكن التحكم به. الوضع حزين بالبيت بعد انتهاء مراسم العزاء، صار الوضع موحش أكثر وكئيب أكثر، وكأنما سناء كبرت سنين بعد وفاة زوجها. صحتها تراجعت، نشاطها قل. حاولوا أولادها يواسوها على قدر الإمكان، خاصة بنتها فرح كانت مدللة أبوها البنت الوحيدة آخر العنقود، هم كانت مصدومة من فقدان أبوها. مرت الأيام والأشهر، والزمن كفيل يقوي الإنسان ويصبره على فقدان الأحبة. سناء كانت تقضي معظم أوقاتها بالصلاة والعبادة، قراءة القرآن. استمرت الحياة والولد كل واحد يروح الشغلة، وفرح ومروان الدوامهم. بدأ مروان بعد وفاة أبوه يتراجع مستواه الدراسي، وصار يهمل امتحاناته، يلتهي بالطلعة ويا أصدقائه وبالتليفون والإنترنت، وما فات حكي الأم وإخوانه الكبار وياه، ولا حتى يسمع كلام أحد بيهم. ومن أي حكاية يزعل ويطلع من البيت ما يرجع إلا نص الليل. النتيجة إنه هو رسب هذه السنة، وأمه وأخوانه انقهروا، بس قالوا ما يخالف، قالوا له شد حيلك والسنة الجاية نريدك تنجح وتعوضها. فرح نجحت وبتفوق، وكانت بنية مرتبة ومطيعة وطيبة. مرت السنين ووضع مروان صار أسوأ بالدراسة ومهمل بشكل، حتى أسلوبه اختلف بالبيت، صار عصبي لاسن، أخوانه الكبار ما يحترمهم ولا يسمع كلام أحد، وظل يرسب لحد ما قال لهم خلاص أنا بعد ما أدرس وراح أبطل. حاولوا أهله يقنعوه ويحجون وياه بكل الطرق، ما اقتنع. إذا يشدون عليه يزعل ويطلع من البيت ويسوي مشاكل. هذا الشيء كان كلش يقهر سناء أمهم. ما حد بعد يقدر له، يقول أنا كبرت وما حد مسؤول عني، أنا حر نفسي، وش أسوي راح أبطل واشتغل ويا أصدقائي، أبيع واشتري بالموبايلات. قالوا نعوفه، بلكي هو ما عنده واهس بالدراسة، بلكي ينجح بالشغل. وبعد مرور فترة من الزمن غيث راد يتزوج، وطلب من أمه وأهله يخطبوا له بنية تعرف عليها بالدوام. صارت الخطبة والزواج والكل فرح له، ولو كانوا يتمنون وجود أبوهم وياهم يشاركهم هاي الفرحة، بس قدر الله وما شاء فعل. اجت العروس الجديدة للبيت، كانت بنية لطيفة وحبابة كلش، اسمها سلوى. أم ليث هم كانت تتعاملها مثل بنتها، وصارت فرد من عائلتهم، والحمد لله الكل متفاهم ومتعاون، يروحون للشغل ويرجعون. كانوا مقسمين شغل البيت بحيث ما يخلون أم ليث تتعب. سلوى صارت حامل، وهم الكل فرح بحملها ومنتظرين تولد بالسلامة. وبحكم أنه كل شخص وظيفته شغله محدود ومصاريف الحياة هواي، ما يقدرون يطلعون ويأجرون، فهذا كان بيت العائلة لامهم كلهم. فرح خلصت الإعدادية، انقبلت كلية تربية قسم رياضيات. كان أكو صديق الليث اسمه فراس. فراس كان صديق العائلة وصديق ليث المقرب، كلش مقرب من عنده. قدم الفرح وطلب إيدها، وقال مستعد أخليها تكمل الجامعة. ولأن ليث وأهله يعرفون فراس وأخلاقه ويعرفون أهله، كانوا موافقين، وفرحها موافقت. قالت أنتم بكيفكم وأني أثق بيكم،
بس كانت متعلقة بأمها حيل، وخاصة بعد وفاة والدها. قالت شلون أترك أمي وأتزوج؟ بس أمها قالت لا ماما، أنا أريد أطمن عليك وأفرح بيك، وبيت زوجك مو بعيد نفس المنطقة، ودائما راح نتشاوف وراح تصيرين قريبة علي. واقتنعت فروحة وتمت الخطبة على خير وسلامة، وتزوجت وصارت ببيت زوجها، وفراس كان يحبها ويقدرها كلش، هي نفس الشي، وبقت متواصلة بصورة مستمرة ويا أهلها، وأمها تزورها باستمرار. الكل كان أول ما يدخل للبيت يروح على أمه يسلم عليها ويبوس إيدها، يشوفها إذا محتاجة شي، ويجتمعون على سفرة وحدة ومتحابين بينهم. إلا مروان كان وضعه مخربط، يسهر برا البيت، يقعد متأخر، اسلوبه متشنج وعصبي حتى ويا امه، ودائما يدخل بمشاكل بشغله، وما فايد نفسه ولا فايد اهله. دائما يحاولون اخوته وياه، يحاولون يحلون مشاكله، يحجون وياه انه يغير من نفسه ووضعه، بس ماكو فايده. امه تنقهر كلش من تعامله الحاد وياها ويا اخوته، وتدعي له الله يهديه ويبعد عنه اصدقاء السوء. مرت الأيام ووضع مروان للأسوأ، يشتغل ويخسر وينطلب، ويجون الديانة على أهله، يعني أهله متورطين من وراء تصرفاته. حتى راتب التقاعد مال أبوه يروح للناس اللي تطلبه. أمه تنصحه وتحكي وياه يعلي صوته عليها، وإخوانه ما يقبلون عليه، وصارت مشاكل بالبيت من وراه. عايش حياة لا مبالاة، وما مهتم بشغله ولا بأهله ولا حتى بأمه. أمه كانت ما راضية عنه أبد، تنقهر حيل لأن وضعه وأسلوبه من سيء لأسوأ، وما كان يتوفق بأي شي يسويه، ورغم كل هذا باقي على عصيانه وعناده. بعد فترة من هذا الوضع أصدقاء السوء قنعوه ياخذ حصته من البيت من أهله، بحجة أنه مجموعة من أصدقاء راح يروحون لأوروبا يهاجرون، وقالوا له حتى هناك تقدر تسدد ديونك، تبدي حياة جديدة. هو خلى الفكرة بباله، اجى بيوم جمع أهله وقال لهم أريد حصتي من بيت أبويا، أريد أسافر. وهنا الأم كلش تأذت وانهارت، بعد ما كانت إنه هي متأملة بلكي ينصلح حاله والله يهديه ويرجع لعقله ويحل مشاكله ويبني مستقبله. أمه قالت له وين تسافر وتعوفنا؟ شلون قلبك ينطيك؟ أنا ما عندي غيركم بالدنيا، ما أتحمل أحد يعوفني. شلون تريدنا نبيع بيت أبوكم اللي كبرتوا بيه وتربيتوا بيه؟ قال لها يمه ما لي عيش هنا بعد، أريد أشوف حياتي وأعيش برا. إخوانه قالوا له صدق تحكي، منين نجيب لك؟ شنو تريدنا نبيع بيت أبونا اللي لامنا ولام عائلتنا؟ تريد تشردنا؟ وين نروح؟ ما فكرت بأمك؟ ما فكرت بينا؟ إحنا بشنو قصرنا وياك؟ بس الحكي ما كان يفيد وياه، بقى يصيح ويعلي صوته ويقول ما حد يهمني، وين ما تروحون روحوا، أريد حقي بالورث وأريد أسافر وأعيش حياتي. هنا زاد الجدال، ووصل إنه إخوانه قاموا يريدون يضربوه، لأن لا احترمهم لا احترم أمهم، وهو ما هامه أي شيء، يصيح ويقول اشتكي عليكم بالمحكمة والبيت ينباع وبعد ما تشوفون وجهي. هنا الأم انهارت من القهر ووقعت من طولها، الكل ركض عليها وأخذوها للمستشفى، ومروان ولا اهتم، عافهم وطلع من البيت. بقت الأم بالمستشفى يومين، صارت عندها جلطة بس مرت بسلامة الحمد لله. بقت تحت المراقبة الطبية وشوية تحسنت وطلعت للبيت، بس القهر مالي قلبها بسبب ابنها، وفوق كل هذا لا اهتم ولا سأل عنها. والولد وفرح ما تركوها، بقوا يمها يداروها ويخففون عنها. بعد أسبوع اتصل مروان بأخوه ليث يقول له هاش سويتوا على موضوع حصتي من البيت؟ تراني مستعجل واريد أكمل إجراءات السفر. أخوه ليث قال له أنت ما تستحي؟ على الأقل اسأل عن أمك اللي انجلطت بسببك. قال له إيه شلون صارت؟ وبكل برود يحكي. قال له وضعها ما يطمن من ورا سوالفك. جاوبه وقال له الله يشافيها، المهم هسه دبروا لي فلوس حصتي بيت أبويا لو أروح أشتكي وخلي البيت ينباع غصب عنكم. ليث قال له ما يفيد وياك الحكي بعد، ما يفيد أي شيء. فقال له انطينا مجال نفكر ونشوف ايش راح نسوي ونرجع لك خبر. قال له لكم اسبوعين وراها روح اشتكي ترى. وانتهى الاتصال. ليث بقى مصدوم من تصرفات اخوه، شنو اللي غيره ووصل لهاي الحالة. قعد ليث ويا والدته واخوه واخته وزوجته وزوجة اخوه، حكى لهم قال لهم مروان قافل يريد ياخذ حصته، واذا مو برضاتنا فبالقانون. الأماية تسمع وتبكي وشابعة قهر، تقول معقولة ابني ما يهتم؟ حتى من وقعت ونمت مستشفى لا اجا ولا شافني ولا انهزت شعره بي، مو اني امه؟ نسى رباتي، نسى تعبي وياه، نسى هو ابن هذا البيت، شلون ربيناكم اني وابوكم على المحبة والحنية، ما يهمه ولا يعرفنا بس يريد ورثه، يعني هو ابننا بس بالجنسية. يا حسافة الربا والتعب. تحكي والدموع تنزل مثل المطر، ولدها يبكون وياها ويواسوها، يقولوا لها يا يمه
ما عاش اللي ينزل دمعتك، أكيد ما يتوفق بحياته اللي يسوي هيج بيج. قالت قلبي ما ينطيني أدي عليه، بس أنا أم وأخاف عليه من عقاب الله، سووا اللي يريده، أخاف عليه من نفسه ليسوي الأكثر. أيه قلبي على قلب ولدي، قلب ولدي من صخر مرمر. غيث قال لها يعني شلون نبيع البيت؟ هذا بيت أبونا الكبرنا وتربينا بيه وما عندنا غيره، وإذا انباع بعد وين تكفي الفلوس ونقدر ناخذ بيت غيره؟ ليث قال لهم عندي فكرة، خلينا نقدر سعر البيت يم دلال ونشوف ايش قد يسوى وايش قد حصة مروان، وأنا وغيث نسحب قرض على راتبنا ونحاول نأمن حصة مروان. والله كريم فعلا راحوا وقدروا البيت، حاولوا يسحبون قرض بس قيمة القرض ما تسد حصة مروان. أمهم قالت لهم أنا عندي ذهب شو أسوي بيه بعد وفاة أبوكم؟ ما عندي شيء يسوى، كنت ناوية من يتعدى الحال مروان أبيعه وزوجه بيه، أخذوه بيعوه وشوفوا ايش قد يوصل، بلكي يكفي المبلغ. وهنا فرح وزوجها كانوا قاعدين، فراس زوج فرح أشر الفرح حتى تحكي، قالت أنا هم أخذ ذهبي وبيعوه وكملوا المبلغ. أم ليث والولد اعترضوا قالوا شلون نقبل تبيعين ذهبك؟ لا مستحيل. هنا فراس تدخل وقال لا تنسون أنا هم أخوكم وواحد من هاي العائلة، وقبل ما أصير زوج لبنتكم احنا جيران وأهل من زمان وماكو فرق بيناتنا، لازم نوقف ويا بعض بكل الظروف. اقتنعوا بكلام فراس وقالوا له والنعم منك انت نعم الأخ. قام غيث قال هم ما أتصور يسد المبلغ حصة مروان. زوجته وزوجة ليث كانوا قاعدين وهم ما قصرن، قامن جابن ذهبهن وخلوه قدام العائلة وقالن هذا بيت العائلة وجامعنا ولامنا ومستورين والحمد لله، الذهب والفلوس تروح وتجي، المهم انه هذا البيت يبقى سقف وساترنا. رغم الموقف اللي خلاهم بيه مروان كان كلش صعب ومحزن، بس بين المعدن الأصيل لكل واحد من العائلة. اتصل ليث على مروان وقال له إن شاء الله راس الشهر حصتك توصلك، ماكو داعي تشتكي، بس حاول تراجع نفسك قبل ما تندم. مروان قال له أنا ما مسوي شي غلط حتى أندم، أنا طلبت حقي وهذا شرع الله. ليث قال له عقوق الوالدين هذا بيا شرع. مروان ما عجب الكلام، قال له كافي لا تصير مصلح براسي، راح انتظر الفلوس راس الشهر مو أكثر، وراها ترى اشتكي. قال له ماشي، وفعلا جهز المبلغ خلال المدة اللي اتفقوا عليها. وليث خابر على مروان وقال له تعال أخذ حصتك. مروان قال له ماشي هسه راح أجي. مروان استلم حصته، بس ليث قال له على الأقل سلم على أمك الميتة قهر من وراك، كانت مريضة وبعتها خطية. قال له إن شاء الله عود قبل لا أسافر أمر وأسلم عليها. طب مروان للبيت وتلقته أمه وقالت له هاي أمه ما أجا أخوك وياك؟ ليث ما راد يقهر أمه ويقولها هو ما راد يطوب للبيت وما راد يشوفك، قالها لا أنا ما خليه يوصل للبيت إذا ما يعتذر ويبوس إيدك. قالت له لا يمه خطية لا تصير قاسي وياه بلكي يريد يشوفني. ليث ما تحمل يعني الدموع بعيونه، قالها إن شاء الله يمه إن شاء الله أحاول أجيب لك يا هاي الخاطرك بس. قالت له يمه هذا طايش وما يدري شي يسوي، وأنا خايفة عليه من نفسه ومن أصدقاء السوء الملتم عليهم، ورغم كل الأذية اللي سببها مروان إلهم بس أمه بعدها تحن عليه ومتأملة بيه خير، لأن تقول أنا ربيته ومتأكدة من تربيتي. مروان مو هيج، تحكي وتبكي وولدها يبكون وياها ويحاولون يواسوها، يقولها يمه أهم شي صحتش لا تقهري نفسك. مروان بعد ما أخذ الفلوس سدد الباقي من ديونه وظل يبذر ويصرف على أصدقائه وسهرات على حسابه، بقى مبلغ بسيط كمل جوازه وأخذ فيزا التركية حتى منك ينطلق الأوروبا. هو وأصدقاء اثنين رتبوا واتفقوا ويا جماعة تطلعهم عن طريق اليونان ويمرون بأكثر من دولة حتى يوصلون للسويد ويحصلون الإقامة. بعد أيام صار موعد السفر، ومروان ما فكر أصلا أنه يجي يودع أهله يسلم على أمه اللي تنتظر جيته فارغ الصبر، وما كانت تتوقع أنه يسافر بدون ما يسلم عليها ويودعها. كانت تدعي له الله يهديه وما يغضب عليه لأن هي بداخلها ما راضية عنه. سافر مروان وأهله ما يدرون بيه أصلا، ومر شهر وماكو لا اجه لا اتصل. أمه كلش قلقت عليه، طلبت من أخوانه يخابروه لأن هي كلش تمرضت وبس تبكي. وافقوا يتصلون بيه بس جهازه طلع مغلق وكلش قلقوا عليه. يومين يتصلون بيه وجهازه مغلق. أمه قلبها صار نار، قالت أخوكم ما معقولة يسافر وما يجي يودعنا. اخوانه قلقوا عليه واتصلوا على صديقه قالهم معقولة ما تدرون بي؟ صار شهر من سافر تركيا هو واثنين ولد من أصدقائه، آخر شي نعرف عنهم وصلوا لليونان ومنك على أساس يطلعون للسويد. اخوانه انصدموا يعني صدق سواها لا اجي لا ودع امه،
حاولوا يطمنون أمهم، قالوا لها سافر وأكيد مني يصير عنده رقم جديد يتصل ويطمنا لا يظل بالك. وتعرفين مروان طايش وطلع زعلان لهذا ما أجا وودعنا. أم ليث كلش انقهرت، شلون ابنها يسافر وما يودعها وهو مهاجر ما ناوي يرجع. ظلت تبكي، قالت يعني بعد ما أشوفه ما أعرف أخباره، خاف صاير عليه شي، بردان جوعان محتاج شي بالغربة، شلون نوصل له بعد. بقت تبكي وتدعي الله يحفظه. قالت مهما يأذيني أبقى أنا أم وقلبي نار عليه. كلش تأذت وصحتها تراجعت، لا تاكل لا تنام بس تبكي على ابنها، تريد تعرف عنه أي خبر. والولد وعدوها يسألون عنه ويعرفون أخباره. مرت الأيام وحاولوا الولد يعرفون أخبار أخوهم عن طريق أهالي أصدقائه السافر وياهم، فكل اللي عرفوا أنه أولادهم دا يعبرون من دولة لدولة وبعدهم ما واصلين للسويد، ومروان وياهم وبخير، بس هم كل ما يوصلون دولة يتصلون على أهلهم يطمنوهم. ما عندهم رقم تليفون ثابت، فشوية أم ليث ارتاحت من عرفة ابنها بخير، بس بقت قلقة عليه، ما تعرف ايش دا يصير ما يصير وياه. بقت تدعي الله يحميه ويحفظه وين ما يكون. ومرت أشهر ونفس الوضع، مروان وأصدقائه يعبرون الحدود من دولة لدولة وينطون فلوس حتى يساعدوهم للوصول، وكلش تعبوا وتعرضوا للخطر أكثر من مرة. أولها انقلب بهم قارب بالبحر من كانوا يعبرون من تركيا لليونان، ونجوا من الموت والغرق بعجوبة، والجو بارد والماء بارد ثلج. ومروان انذل وتعب، بس كان مصر يريد يوصل للسويد وعاف ورا ظهره أمه وأهله، ما فكر بيهم، كان يفكر بأنانية. بعد ما عبروا لليونان بقوا فترة ينتظرون حتى يطلعوهم الدولة ثانية. وبقت فترة مروان كل ما يصير بموقف صعب ويخاف كان يتذكر أهله وبيتهم الدافي وحنية أمه ويبكي، بس بقى يكابر ومصر على هدفه. وراها حاولوا يطلعون مرة ثانية وبيها قدروا يعبرون، وظلوا يعبرون من دولة لدولة إلى أن وصلوا للسويد بعد عناء ومخاطر وبهذلة. وصلوا كل شي ما عندهم بطرق روحهم، بس كانوا فرحانين لأن وصلوا لهدفهم. سلموا نفسهم للسلطات بالسويد وطلبوا لجوء حتى يحصلون إقامة بهذا البلد ويستقرون ويبنون حياتهم. أخذوهم المكان لحد ما تمشي معاملة التقديم على اللجوء، وبعد كل واحد وحظه والحجة اللي مقدمها، أما يوافقون ينطوا إقامة أو يرفضوا ويرحلوا البلد. بقوا بهذا المكان شهرين. مروان ما فكر يتصل بأهله ولا يطمنهم، أصدقائه قالوا له على الأقل اتصل طمن والدتك عليك، هو كان ما داير بال. المهم إنه أهل مروان عرفوا عن طريق أصدقاء إنه ابنهم بخير وصل السويد. أمه طمنت عليه بس داخلها زعلانة ومراضية عنه ومقهورة منه حيل. معقولة ما عنده حنية، ما عنده إنسانية لهالدرجة ما يسأل عليها. بقت تدعي له الله يحميه بالغربة ويهديه للطريق الصحيح. بعد مرور 4 شهور طلعت موافقة الإقامة للبعض ومن ضمنهم أصدقاء مروان، وهو انطوه رفض لأن حشته طلب اللجوء غير مقنعة وصار لازم يرجع للعراق. أصدقاء مروان انقهروا عليه لأن شافون صدم وانهار وانقهر وقعد يبكي، قال ليش أنا ما عندي حظ بكل شيء، وهو ما يدري عدم التوفيق هذا بسبب عقوق الوالدين لأن أمه ما راضية عليه. أصدقائه حاولوا يخففون عنه وقالوا له للضوج ما يخالف يجوز بيها صالح، بس مروان بقى معاند ما يريد يرجع. قال كل فلوسي خسرتهن، خسرت أهلي، المن أرجع أنا راح أبقى هنا حتى لو بدون إقامة، أحاول أدور شغل وبلكي بالمستقبل تصير لي فرصة وأقدر أبني حياتي. قدم طلب جديد إنه على قرار الرفض، وبهاي المرحلة بدأ مروان يحاول يدور شغل، ولين ما عنده إقامة ما حد يقبل يشغله. ظل يفتر بالغربة، لا يعرف لغتهم، لا عنده مكان يروح له، تبهذل وتشرد بالشوارع. قام يتوسل بس حتى يشتغل أي شغلة على مود ياكل، لا عنده مكان يبات بيه، لا عنده مصدر رزق حتى ياكل. الجو بارد ثلج، وين يروح؟ اشتغل عامل نظافة بمطعم عربي، بقى يتوسل بيهم حتى يخلوه ينام بالمطعم. استغلوا انه ما عنده اقامة يشغلوه من الصبح لليل مقابل اكله ونومه بالمطعم. وهو يعني حس بالاهانة والذل، وبدأ يفكر أنا ايش سويت بنفسي، ايش سويت بأهلي، هي هاي الحياة اللي كنت أريدها، هو هذا المستقبل اللي كنت أحلم بيه. ظل يبكي والندم والحزن ملا قلبه. وين كنت مدلل يم أهلي، فراشي نظيف، بيت دافي، وحضن أمي الحنين. صفن ويا نفسه وراجع تصرفاته سواها. ظل يبكي ويستغفر الله، صحى على نفسه وعرف انه هذا كله بسبب انه امه ما راضي عليه.
قال أنا سافرت، عفت أمي مريضة وما سألت عنها، وتعاركت على مود الفلوس وقهرت أهلي على شنو؟ على هاي العيشة، حتى ما عندي وجه بعد أباوع بعيونهم. نام مروان والدموع بعيونه والندم والحسرة مالين قلبه، وحلم بوالدته إنه توفت والكل يبكي عليها وهو يتفرج من بعيد بدون ما يهمه شي. فز مرعوبه من النوم وقعد يبكي، وقرر إنه يرجع ويطلب السماح من أمه وأخوته، وقال لنفسه حتى لو ينطوني الإقامة بعد ما أريدها، بعد شنو قيمة الإقامة إذا أمه ما راضية علي؟ أنا راح أروح وأبوس إيدها ورجلها وكل شي ما أريد غير بس ترضى عني وأبقى خادم لها طول عمري. ونذر علي إذا الله مكنني ورضت علي وخلاني طيب آخذها للحج وأشيلها على ظهري وأعوضها عن حجتها اللي راحت ويا أبويا ورجعت مقهورة لأن أبويا توفى هنا، بلكي تسامحني والله يسامح لي ويغفر لي. راح للسفارة العراقية، انطاهم أوراق الرفض وطلب منهم يرجعوا للعراق بأقرب طيارة، وفعلا هذا اللي صار. وبعد غياب شهور وصل البيت أهله وكل خجل مستحي شلون يواجههم وشلون يباوع بعيونهم بعد كل اللي سواه. تالي رجع هو الخسران كل شي، دق الباب ومدنق راسه ومنتظر أحد يفتح له الباب. طلع ليث يريد يفتح الباب وتفاجئ من شاف مروان واقف قدامه وصاحب صوت عالي: مروان اجي! والكل ركضوا من سمعوا اسم مروان، حتى أمهم كانت مريضة وتعبانة ونايمة بالفراش ركضت وكأنما ما بيها شي، نست تعبها ومرضها بس سمعت اسمه. من شاف أمه عاف الكل وركض عليها ويبكي، دنق على رجلها يريد يبوسها ويطلب السماح منها، بس أمه ما خلته، قومته وحضنته وتبكي والكل صار يبكي وتأثر. قال لها أنا كل شي ما أسوى بدون رضاك عني، سامحيني يمه. قالت له الله يسامحك، أنا صح ما راضي عنك بس كنت أدعي لك الله يحميك ويحفظك ويهديك على الطريق الصح. قالها والله استجاب دعائك وعرفت الصح، أتمنى ترضين علي ما أريد غير شي. قالت له أنا سامحتك وإن شاء الله يسامحك. سلم على أخوانه واعتذر منهم وهو يبكي، قال لهم شو تقولون علي قولوا، شو تسوون بي سووا، وضربوني قتلوني أنا قابل بأي عقاب. قالوا له ما دام رجعت نادم وعرفت خطأك احنا مسامحيك، واكيد الغربة علمتك درس. قالت علمت الدرس زين وانا شو تريدون مني حاضر، بس خلوني ارجع اعيش بنصكم وان شاء الله اعوضكم عن اي اذية انا سببتها لكم. واخيرا مروان رجع الصواب ورجع لعائلته، وصار ايام ما يعوف حضن امه وما ينام الا يمها مثل الطفل، بس بنفس الوقت كان رجال وراد يشتغل ويعوض اهله. عاد أخوه ليث لقى له شغل بمطبعة براتب شهري، بقى يشتغل ويجمع ويساهم من مصرف البيت ويداري أمه وبار بيها، ورجع يحترم أخوانه ويسمع كلامهم. حتى أم ليث من شافت ابنها رجع وتغير رجعت عافيتها، تحسنت صحتها وكأنه ما كانت مريضة أبد. بقى مروان يشتغل بالمطبعة وفكر يكمل دراسته ويمتحن خارجي، وفعلا قدم وبدأ يدرس وضغط على نفسه ونجح وقدم على كلية القانون، وبقى يشتغل من الصبح للظهر ويدرس مسائي، يعني بالكلية يداوم مسائي ويدرس، والفلوس تجمعها انطاها لأمه وقالها كل فلس أخذته لازم أرجعه لكم وأسدد كل شيء أخذته. مرت السنين ومروان اتوفق بشغله ودراسته، ورغم كل التعب بس كانت نفسيته مرتاحة. يرجع للبيت يبوس يد أمه وهي دائما كانت تقول له الله يوفقك ويرضى عنك يمه، ويقعد ويا أهله على سفرة وحدة والكل راضي عنه. وصاحب المطبعة اللي يشتغل بيها مروان اعتمد عليه بالشغل لأن شافه حريص وأمين ومخلص بشغله. قال له أنت تصير هنا صاحب المكان وأنا راح أفتح فرع ثاني هناك ألزمه، وأنت تلزم هذا المكان وأكيد راتبك يزيد ضعفين. وشوية شوية بدأ يلم مبلغ فوق مبلغ ويسوي سلف ويضم عند أمه لحد ما رجع فلوس زوجات أخوه اللي باع عن ذهبهن وأخته اللي باعت ذهبهن، رجع لهم فلوسهم كلها وبلش يلم الفلوس للمبلغ مال حصته بالبيت. وقال لأخوته هم أرجع لكم إياهن، ما أبقى شي، هذا كله إلكم لأن أنتم ما قصرتوا وياي، وهذا أبسط شي أسويه لأن أنا غلطت بحقكم كلش هواية. أول ما بلش يشتغل بالمطبعة قدم هو وأمه على الحج بس ما قال لها، وبمرور الأيام والسنين حالفهم الحظ أنه يطلع اسم أمه للمرة الثانية للحج، وهو طلع اسمهم بالحج. راد يوفي نذره وبدون ما يقول لأحد، راد يسويها مفاجأة،
هذا أقل شي ممكن يسويه حتى يعوض أمه عن الأذية السببها إلها. وكان يطلع اسمهم بالحج، وإجا للبيت طاير من الفرحة. جمع أمه وإخوانه وقال لهم راح أخذ أمه وأروح للحج. أمه كلش فرحت ونزلت دموعها من الفرح، قالت له الله يرضى عنك ويرزقك من أوسع أبوابه. إخوانها هم كلش فرحة وباركوا لهم. مروان قال لأمه بشرط أنا أشيلك على ظهري بالطواف. أمه قالت له ليش يمه تشلع قلبك، أنا ما بي شي، بعدني بحيلي وامشي. قالها لا، أنا نذرت أخذش للحج وأشيلك على ظهري. بوسته وعيونها الدم. وصار وقت السفر، ودعوا عائلتهم وانطلقوا للحج وأدوا المناسك. وفعلا مروان وفى النذر وشال أمه على ظهره ويطوف بيها حوالين الكعبة، وهو يبكي ويستغفر رب العالمين. يقول له استغفرك يا رب على اللي سويته، يا رب أريد بس أمي ترضى عني وأنت ترضى عني. أمه رفعت يدها للسماء وقالت له يا رب أنا راضي عن ابني وأريدك أنت هم ترضى عنه. انتهت مناسك الحج وراحوا وزاروا قبر أبو ليث وقروا له الفاتحة، وانتهت رحلتهم ورجعوا بسلامة لبيتهم، والكل استقبلهم بفرح وسعادة. مروان وصل مرحلة رابعة بكلية القانون، يدرس مسائي. عجبته بنية بالكلية وحب يخطبها، بس قال خلي أتخرج يلا. فد يوم من الأيام أمه فتحت يا الموضوع، قالت لي أمه إذا أكو بنفسك بنية أخطب لك إياها. قالها أي أمك وياي زميلتي، بس بعد خلنا نتخرج. قالت له لا، انتم ما ظل لكم شي على التخرج، نخاطبوا هسه حتى من بس تتخرجون تتزوجون حتى أفرح بيك يمه. قالها يمه اللي تشوفي أنا ما عندي مشكلة. وخطب مروان البنوتة كان اسمها نور، وتخرجوا اثنينهم بسوية. وبعد ما تخرجوا وتزوجوا سكنوا بيت العائلة، لكن بيت العائلة بعد ما يسعهم. هو قرر يفتح مكتب محاماة هو وزوجته حتى يوسع رزقه أكثر وأكثر. ومرور الأيام الله رزقه ووفقه، وقدر يشتري قطعة أرض بصف بيت أهله وياخذ قرض عليها ويبنيها حتى يصير عندهم بيتين يكفي العائلتين. ليث صار عنده 2 أطفال، وغيث صار عنده طفلين هماتين، وفرح عندها ولد، ومروان ينتظر مولوده الأول. وسناء الأم كانت فخورة وراضية عن أولادها وتحمد الله وتشكره وتدعي لهم دائما بالخير والتوفيق. انتهت القصة، والمغزى الحقيقي منها إنه الإنسان مهما امتلك ومهما كبر ومهما تعب وحاول يوصل لأهدافه ويبني شي نفسه، مستحيل يتوفق ويعيش بسعادة إذا ما كانوا أبوه وأمه راضين عنه. لأن رضا الوالدين هو الأساس اللي يبني عليه الإنسان نفسه ومستقبله وحياته، وما يتم هذا الشيء إلا بمباركة ورضا الوالدين، لأن رضا الله من رضا الوالدين. الله سبحانه وتعالى شرط رضا برضا الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه. ديروا بالكم على آبائكم وأمهاتكم، خصوصا إذا كانوا زينين وحنينين عليكم. اللي ما عنده أب وأم حنينين عليه فيكفي إنه هو أمام الله سبحانه وتعالى يطيعهم وما يغضبهم. واللي فاقد أب أو فاقد أم وفاقد هذه الحنية، فأسأل الله إنه ينطيه الصبر ويسعده بحياته ويوفقه. وها هي خلاص انتهت قصتنا، إن شاء الله حبيتوها. كلش أحبكم، الله يحفظكم، مع ألف سلامة، باي باي.